ما قلتليش عايز تتجنن ولا تتهبل؟ شيتوس عمل طعمين جداد، طعم هيجننك وطعم هيهبلك. دي الكامبين اللي مصروف عليها ملايين حرفيا على اعلانات تلفزيون من شيتوس. لما يوصل لاستخفاف بعقولنا ان احنا بيتعرض علينا منتج بيوعدونا فيه انه يا اما هيجننك يا اما هيهبلك، والاقي الناس واقفه طوابير بتشتري المنتجات، خليك تقول يا اخي سبحان الله، هو في ايه؟ ودايما لما بلاقي حاجه زي كده بقعد افكر هو ايه الفرق بين المنتج ده والمنتج التاني المصري الوطني، غير كميه الاعلانات الكتيره قوي والصوت العالي. وبرضه كل مره بفضل اقعد احسب الحسبه او اتناقش مع احد من اصدقائي بوصل لنفس النتيجه. المنتج الاجنبي حتى لو بايدي مصريه وحتى لو باستثمارات مصريه هو منتج بيستهدف المخزون الدولاري اللي موجود في البلد. تعال اشرح لك ليه. المنتج الاجنبي في اوقات كتيره جدا بيطلب منك ان انت تلتزم بشراء المواد الخام من عدد من الموردين المحدودين اللي هم بيكونوا متعاقدين معاهم. يعني المواد الخام كلها لازم تجيبها بالدولار حتى ولو الماده الخام دي موجوده عندك في مصر، بينما المنتج المحلي ممكن يشتري الماده الخام من بره او من جوه، بتعتمد على الستاندرز بتاعه الكفاءه اللي هم بيشتغلوا بيها. انت عايز توصل لانهي معايير جوده. المنتج الاجنبي سنويا بيدفع له حاجه كده اسمها الامتياز التجاري او الرويالتي، ده حق استخدام البراند، ده ملوش دعوه بالربح ولا البيع، ده كده مبلغ مقطوع. بينما المنتج المصري هو اصلا اللي بيمتلك البراند، محدش له عنده حاجه. المنتج الاجنبي حتى لو بيتصدر في بلدك هو غير مهتم في الاساس بالتصدير من عندك، اللهم الا لو في اسواق ضعيفه حواليك، لكن بمجرد ما الاسواق دي تكبر هيروح هو يفتح هناك فرع. بينما المنتج المصري هو اكيد طبعا مهتم بالتصدير، واي منتج او اي قطعه بيصدرها بره لاي حته وده دخل دولاري ليك، ولو راح هو فتح بره برضه ده دخل كبير دولاري ليك. زي ما بلبن كده بغض النظر بقى انت بتحبه ولا بتكرهه فاتح في كل حته في العالم، ما هو كل دي دولارات بتدخل مصر المفروض بعد كده. وبنينا براند وابتدينا نبقى مؤثرين، وممكن ناس تيجي تقول لك انا عايزه اشتري البراند بتاعك او استخدم البراند بتاعك في بلدي، فيبقى انت كده فتحت فرانشايز برضه، هنا بقيت انت مالك البراند. كل بقى ما بتشتري المنتج الاجنبي انت كده بتقوي البراند الغير مصري، هو موجود عندك بس هو مش منتج مصري لان فلوسه واسمه جايه من بره، بالظبط عامل زي المثل بتاع يا زارع في غير ارضك. لكن لما بتشتري المنتج المصري بتاعك انت كده بتقوي البراند بتاعك علشان يبقى براند عالمي زي النساجون الشرقيون مثلا. من الاخر كده عشان تبقى انسان عاقل وذكي ومش مجنون ولا اهبل زي ما الاعلام بيقول، خليك في المنتج المصري افضل لبلدك ولاقتصادك. ولو خايف يا سيدي على العمالة المصرية اللي بتشتغل في الشركات الأجنبية زي ما كانت حجة الكثير من الناس لما اتكلمنا على المقاطعة، ما تقلقش، لما البراند بتاعك هو يكبر وشركاتك هي تبقى أكبر وأحسن هيعينوا الناس والخبرات دي. قول له. ما هو انت دلوقتي عايز منتجك يبقى جودته احسن وعايز منتجك يبقى سعره افضل، هيحصل ازاي اذا كنت انت مش بتدعمه؟ ما هو الشركات الكبيره الاجنبيه اللي جايه من بره المالتي ناشونال بيستخدموا حاجه اسمها ايكونومي اوف سكيل. يعني النهارده لما بيبسي تروح تشتري كولا لكل مصانعها في العالم تتعاقد مثلا على عقد سنوي، هتاخد سعر زيها زي في كولا اللي بيعمل عدد اقل بكتير جدا 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 منهم من الكميات؟ اكيد طبعا لا، اكيد في كولا هتشتري الكولا بسعر اعلى من السعر اللي بتشتريه بيبسي، بس انت عاجباك الكواليتي بتاعت في كولا، يمكن العبوه الوحيده اللي متغطيه من فوق علشان تفضل نظيفه، البراندنج بتاعها كويس، الطعم بتاعها ممتاز، المنتج حلو ككواليتي بس كسعر عالي. هتلاقي منتجات تانية بقى مصرية سعرها يمكن يكون منافس شوية بس الكواليتي قليلة، ما هو برضه مش قادر يوصل لنفس التركيبة بتاعة المنتج الأجنبي اللي هو على فكرة لما ابتدى كان شبه منتجك كده بالظبط، يا إما سعره غالي يا إما في مشكلة في الكواليتي وهكذا. طول ما أنت بتدعم منتجك وطول ما المنتج بيحاول يطلع بره وبيحاول يكسب حصة سوقية جوه مصر وبره مصر، الشركة بتاعته هتبتدي تكبر. زي مثلا براند العربي اللي نفسي ان هم يبتدوا بقى ينطلقوا بقوه للتصدير في الفتره القريبه، بدل ما احنا شايفين الشركات الصينيه هي اللي بتجيلنا. من الاخر ادعم بلدك، ولو يا سيدي فكره المقاطعه وان انت تدي فلوسك للكيان دي حاجه مش فارقه معاك كتير، على الاقل خليك ذكي وخاف على نفسك وعلى عيالك وعلى مستقبل بلدك. ما هي حاجه من الاتنين، يا تخاف على بلدك ونفسك يا تخاف على اخواتك يا تخاف على الاتنين، لكن مش فارقه معاك وعايش كده بدون اي هدف وبدون اي وعي. ازاي بس؟ ده انت مصري حتى.